الزمالك وبروكسي الاول لازم يعني اتكلم او اخد راي حضرتك فيه. التاهل بصعوبه، فريق بروكسي احرج الزمالك في المباراه امبارح. هل اتظلم بروكسي وكان السبب، او هل التحكيم او الحكم وليد عبد الرازق كان ليه دور في اقصاء او يعني فوز الزمالك امبارح مع بروكسي؟ كلمة اتظلم دي يعني قليلة. امبارح قليله كانت فضيحة فعلا. بكل المقاييس. مم. وده الكلام اللي احنا كنا بنقوله الاسبوع اللي فات، ان احنا ما عندناش كورة. مم. يعني بص، احنا نقول النادي الاهلي، بعد كده يجي الزمالك، بعد كده يجي بيراميدز، بعد كده يجي فيوتشر، وبعد كده يجي اي حد. وانا يعني عايز اقول للمسؤولين في عايزين ترتقوا ازاي بالكوره لما فرقه زي دي عندها طموح وبتلعب سواء اهلي او زمالك او الجن الازرق مم. وتتظلم؟ مم. يبقى انتوا عايزين كوره ازاي؟ امبارح لعيبه بروكسي احسن من لعيبه الزمالك، مم. مدرب بروكسي احسن من مدرب الزمالك، مم. بيلعبوا كوره اقسم بجلاله الله الزمالك ما لعبها. مم. انا قعدت اتكيفت امبارح، مم. بس حزنت. مم. حزنت من الحكم، وحزنت ان هو يا جدعان ما فيش عدل. هي فرقه لما تلعب وتمسك اي فرقه مهما كانت اسمها بقى اهلي زمالك اسماعيلي بالظبط. وتتفوق عليها، ده عيب؟ مم. ده حرام؟ مم. ما ندي للفرقه دي حقها. مم. يعني امتى الفرق دي؟ يعني انت مثلا بتشوف الدوري الانجليزي في الماتشات اللي هي بتاعه الكؤوس دي، تلاقي فرقه في الدرجه الثالثه هناك ولا الرابعه بتكسب اللي هو واخد الدوري، مم. وتلاقي الحكم مدي للفرقه كل يعني مش سايب لها الهفوه، كل حاجه عدل، العداله، فعشان كده بيكسبوا. انما هنا ازاي الاهلي يخسر ولا الزمالك ولا الاسماعيلي ولا بيراميدز؟ ازاي؟